وصلنا لمنطقة صاروا مثل ما بدك تقول محل محقر، يعني ما بقى في الواحد يطلع. قالوا لنا سكروا، طفوا الإضاءة، طفوا الكاميرات، خلاص أوكي. أخذوا مننا الأعلام وأخذوه رجعوه للسيارة، رجعوا صفونا هيك وعملوا دائرة هيك مستديرة. صار مثل ما بيقولوا ما بقى فيك لا ترجع إلا تقرب لقدام، وإن قربت لقدام أخيو فتحوا علينا الرشاشات اللي بالسيارات وبالعناصر اللي بالأرض ورمي للكل. هوني العالم صارت توقع، اللي انصاب وقع واللي ما انصاب وقع، والعالم صارت فوق بعضها، كلها فوق بعضها، وانا واحد من الناس جيت تحت. ألمي اللي تألمت فيه أنا زبطت والدي، فأنا لمحته، بس قوة الرش وقوة الشيء اسمه اجت في عالم فوقي وانا وقعت بالارض. كمان اخذت للشغله 5 دقائق 10 دقائق والرش، بعد منا هدوء ما ضل فيه. فالدماء قد ما هذا بقى اللي نحن ما قلت لك صايرت هيك نزله، فوقت اللي انا من تحت فالدم اللي الجرحى والضحايا اللي تصاوبوا كله ينزل، انا اشوفه قدام عيني، صرت انا غرقان بالدم. فانا وقت اللي شفت والدي شفته اللهم عافينا اكل ضربه هون ومرتمي بالارض ودم وصدره كله دم. هذا الشارع دائما فيه دوريات ماشيه، يعني اذا بيرجعوا ثاني مره بردوا بصفونا، ولا فيك تاخذه معك على البيت. لحتى الان وقت اللي بتذكروا المنظر بحس الدنيا ما بقت ما بساعدني من هالمنظر. لا فيك تسعفه ولا فيك تاخذه، وفي شيء عم يطلب منك السرعه اني ترقد. فتركته ومشيت، رجعت على البيت لحالي. يعني حماد دمرت بخلال هالشهر، يعني دمرت بناء بسكنة بكلها، صارت أرض، في حواير صارت على الأرض مباشرة. أخي العزيز، سوريا بيت الأسد 54 سنة وهن محتقرينها، دمروا سوريا. قدمت شكوى ضد رفعت الأسد لأنه أدين المدعي العام السويسري، طلع عليه الإدانة لرفعت إني مدين هو بالجرائم اللي ارتكبها. العالم كله فرح لسقوط النظام، وكانت فرحة لكل الناس إلا كانت وكسة لإلي. بس شاعر أنا إني هالنقلة هي اللي هلأ هي حاليا فيها هي مش لصالح القضية. آخر تقارير اللي إجت وصلت له، اللي أنا بعرفها يعني وصلت للقضاة، إني ما يقدر ينتقل من منطقة لمنطقة، مرض وما مرض وهالأمور، هو مريض وعلى أساس عم يعمل عمليات وما بيقدر بيتحرك وما بيقدر كذا. وأنا هذا عم بسأل حالي نفسي من وقت اللي سقط النظام عندنا بسوريا، إني إذا بيثبت هو خرج برات البلد معناتها كل التقارير اللي مقدمها كذب. فهو خرج من طريق الانتربول، فهي كلها ضحك على اللحى. بس إلا ما يجي يوم وبين الحق، لأنه الظلم بحياته ما بيدوم، وكل إنسان له حق. وأنا أملي بالله أني ناخده بالدنيا وبالآخرة. هذه أمنيتي بهالحياة.